مرحبا بكم. اليوم رح نتكلم عن قصة تبدو بسيطة، قصة حبة بطاطا، لكنها في الحقيقة تكشف لنا أزمة اقتصادية كبيرة في منطقة أفلو بالجزائر. قصة بتخلينا نفكر في سلسلة الغذاء كلها من المزرعة إلى طبقنا. اسمعوا هذه الجملة، جملة قالها المزارعون هناك: أسعار البيع ما تغطي حتى تكلفة الإنتاج. يعني الموضوع أكبر من مجرد شكوى. هذه معادلة مستحيلة. تخيلوا، النظام كله ينهار على رأس الناس الذين يزرعون أكلنا. طيب، القسم الأول، انهيار أسعار البطاطا ونظرة على الوضع الميداني في أفلو. خلونا نتخيل المشهد هناك. الحقول اللي المفروض تكون مصدر خير ورزق تحولت لمكان مليء بالإحباط والغضب. الوضع متوتر جدا بين كل المزارعين. وهنا النقطة المهمة، الأزمة مركزها في مناطق الإنتاج نفسها، في أفلو. يعني المشكلة بتضرب في قلب المجتمعات اللي نعتمد عليها في غذائنا، وهذا يكشف لنا قديش هذه السلسلة اللي توصلنا الأكل هشة وضعيفة. والآن للرقم الصادم. سعر الكيلو نزل لأقل من 15 دينار للمزارع نفسه. يعني بعد شهور من التعب والزرع والسقاية والحصاد، كل هذا الجهد، وفي النهاية يبيع الكيلو بأقل من 15 دينار. شيء لا يصدق. ننتقل للمحور الثاني، معضلة التكاليف مقابل الأسعار، وهنا ندخل في عمق الضغط الاقتصادي على المزارعين. طيب، رقم 15 دينار هذا ليش هو كارثي؟ عشان نفهم القصة كاملة لازم نشوف الصورة الأكبر. المشكلة بكل بساطة هي عبارة عن كفتي ميزان. في الكفة الأولى عندنا تكاليف زراعة عالية جدا، مصاريف ضخمة جدا، وفي الكفة الثانية أسعار بيع منهارة، أسعار متدنية لأبعد حد. يعني التكلفة أعلى من سعر البيع، معادلة خاسرة تماما. يعني خلونا نلخص واقع المزارع. سعر البيع أقل من 15 دينار للكيلو. هذا السعر ما يغطي تكاليف الإنتاج أبداً، والنتيجة الطبيعية استياء وغضب واسع. المهم نفهم هون إنه المزارع مش بس أرباحه قلت، لا، هو فعلياً قاعد يخسر فلوس مع كل كيلو يبيعه، وهذا وضع مستحيل يستمر. طيب، الرحلة ما تنتهي هنا. خلونا نشوف المسار من الحقل إلى السوق، ونتكلم عن الرحلة والتكاليف اللي تنضاف في الطريق. القصة تبدأ من أفلو بسعر أقل من 15 دينار للكيلو. بعدين تبدأ مرحلة النقل والتوزيع، وهذه كلها تكاليف إضافية. وفي النهاية تصل للسوق المحلي بالسعر النهائي اللي يدفعه المستهلك. كل خطوة في هذه الرحلة تزيد السعر. وهنا نوصل للسؤال الأهم، سؤال مش بس للمزارعين في أفلو، سؤال لنا كلنا، وهو سؤال عن الانفصال الكبير في الأسعار. السؤال هو: هل السعر المنخفض جدا في مناطق الإنتاج ينعكس على السعر في أسواقنا المحلية؟ طبعا بعد ما نحسب تكاليف النقل والتوزيع. يعني في فجوة كبيرة بين السعر اللي ياخده المزارع والسعر اللي ندفعه، وهذا يطرح سؤال أكبر: إذا كان المزارع يخسر، مين اللي يربح في هذه السلسلة؟ سؤالي خلينا نعيد التفكير في نظامنا الغذائي كله.